انا مش بنزل كلبي علشان بخاف عليه. كلمه بنسمعها كتير من ملاك كلاب وظهرت مؤخرا كتير جدا، وبتبقى الاسباب ما بين انا بخاف عليه من الحشرات، انا بخاف عليه اصل احنا عندنا كلاب بلدي في الشارع فبخاف عليه، انا بخاف عليه للكلاب الكبيره مثلا تهجم عليه، انا بخاف عليه من ايا كان ايه. طيب الملحوظه هنا ان انت كده بتظلم كلبك وبتاذيه. هتقول لي ازاي؟ ما انا عندي واحد صاحبي كلبه ما بيخرجش كتير وما عندوش مشاكل قوي والكلام ده كله. طبعا الموضوع ده تحتيه 100 خط، ان موضوع ما عندوش مشاكل دي نسبيه اول حاجه. وتاني حاجه ودي المهمه جدا، ان مش معنى صاحبك كلبه فلت وما عندوش مشاكل ان كلبك مش هيبقى عنده مشاكل او مش هيحصل له مشاكل. بمعنى خلينا ناخد مثلا مرض العصر في الكلاب وفي البني ادمين كلام، اللي هو القلق يعني او الانكزايتي. وخلينا نشوف مسبباته، هنلاقي مسببات كتيره. من ضمن المسببات دي بل من الحاجات الاساسيه في المسببات دي مسبب اسمه عدم تعرض الكلب لمؤثرات حسيه كافيه. ده معناه ايه بالبلدي؟ معناه ان كلب ما خرجش، ما سمعش صوت كلاكسات الشارع، ما سمعش صوت كلاب، ما شمش روايح كتيره، ما شافش بني ادمين، ما شمش هنا، ما شافش هنا، ما شافش عربيه بتعدي، موتوسيكل بيعدي، عجله بتعدي، طفل بيعدي، اطفال بتلعب بكوره، اطفال بتعمل صوت دوشه شويه، صوت ناس رايحه، صوت ناس جايه، الكلام ده كله. طيب المشكله هنا بقى ان الكلب اللي ما تعرضش للمؤثرات الكافيه دي بكل بساطة الجهاز الحسي العصبي بتاعه ما بينموش بالشكل الكافي انه يستحمل المؤثرات دي على كبر. بمعنى ان هو خلاص بقى كلب كبير، الجهاز الحسي العصبي بتاعه مش بيستحمل المؤثرات دي ومش بيستقبل المؤثرات دي كأنه كلب طبيعي، فبيبدأ يبقى عنده مشاكل قلق عالية جدا. ومن عيوب القلق القصوى ان من اول حاجة ممكن تلاقي جبن كبير جدا جدا عند الكلب، وممكن من الناحية التانية تلاقي عنف كبير جدا جدا عند الكلب، لان الكلاب والحيوانات عموما اللي بتتعرض للمؤثر بيعتبر ان هو تهديد، بغض النظر هو متخيل ده تهديد ولا هو تهديد حقيقي. بتلاقي الحيوان ده عنده حاجه اسمها الكر والفر او الفايت والفلايت، ان هو بكل بساطه لما بيتعرض لحاجه بيخاف منها او بتصير قلقه بيبقى عايز يا اما يطلع يجري منها يا عايز يتخانق معاها. فبكل بساطه انت كلبك لما ما بتنزلوش بتعرضه لده. طب هتقول لي الحشرات ليها ادويه، هتقول لي الكلاب الشارع، خد كلبك في مكان تاني. انا عارف طبعا دي ممكن تبقى صعبه عليك والكلام ده كله، بس كلبك مسؤوليتك، فانت مضطر خصوصا في الصغر انك تاخده وتوديه في اماكن اكثر امنا. طب افرض مثلا كلاب الشارع عندك مش بتهاجم ولكن بتهوى من بعيد، عادي نزله وخد اكل معاك ودربه على وجود كلاب الشارع وان كلاب الشارع دي حاجه عاديه والكلام ده كله. المهم ان انت حلل ايه الحاجات اللي انت خايف على كلبك منها وحاول تحلها، ولو معرفتش تحلها حاول توجد حلول بديله بحيث ان كلبك ما يمرضش وما يبقاش عنده مشاكل. وفي الاخر لو انت بتحب كلبك وبتخاف عليه فعليا، الحق نزله والحق عوده على الشارع قبل ما الوقت يفوت وتكتشف ان انت بدل ما انت عايز تعوده على الشارع انت عايز اصلا تعالج مشاكله في الشارع.